السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبائي عزيزاتي صديقاتي بعد غياب شوية طويل. إن شاء الله تكونوا بخير وبألف خير. إذا حنبدأ لكم اليوم بالفطور الصباحي بتاعي مثل ما أنتم شايفين: كاس حليب خالي من الدسم وبيضتين كنت عملتها أومليت مع السبانخ وحبيبات كرز طماطم مع الخبز العربي اللي عملته معكم، واللي راح نحط ان شاء الله باذن الله الرابط تحت في صندوق الوصف باذن الله. ومثل ما تعرفوا انه مليح انه لما تاكلوا فطور الصباح بتاعكم يكون صحي كتير، مثل هيك يعني بروتين وكالسيوم ونشويات، يعني تغذوا جسمكم بالعناصر اللي يحتاجها واللي يعني تكون مفيدة ليه. إذا هذه هي، نخليكم مع الفطور الصباحي لذيذ لذيذ. البيض كنت عملته بملعقتين زيت الزيتون، يعني روعة. فهذه هي اليوم عندي وصفة معكم، هي وصفة طاجين البسباس. إن شاء الله تابعوا الفيديو للأخير وطريقة التحضير تبعه. إذا مثل ما انتم شايفين في الصورة، يعني ما شاء الله طاجين البسباس، يعني في ناس انه ما يحبوش هذا البسباس، يحبوا ياكلوه فقط كسلطة، ويعني ما لهمش في الطاجين، يعني في هيك يعني وجبة، ولكن يعني هو كتير لذيذ لذيذ، يعني ما شاء الله يعني وصحي مثل ما تعرفوا. إذا إن شاء الله نروحوا نبدأ في طريقة التحضير بإذن الله. وإن شاء الله ما تنسوناش بدعواتكم، ما تنسوناش بدعمكم اللي تخلي يعني الواحد إنه يكمل معاكم ويزيد يعطيكم وصفات صحية ومفيدة للجسم بإذن الله، والاشتراك واللايكات. وشكرا لكم، ويلا نروحوا للوصفة. إذا هنا مثل ما انتم شايفين كنت بدأت حطيت ملعقتين من زيت الزيتون، ملعقتين أكل. وأنا كان عندي يعني قطعة من الدجاج تبع الفخذ، حطيته وقلت يلا مشان يمد نكهة. قطعت بصلتين صغار، إذا كان عندك بصل كبيرة حطي بصل كبيرة.
مقطع إلى مربعات مثل ما انتم شايفين، وعود من القرفة نخلوهم يتقلوا شوية في الزيت، وبعدين بضيف البقدونس يعني الطازج ونخليهم يتقلوا شوية معنا. هنا راح اجيب البسبس بتاعي مثل ما انتم شايفين، بعد ما كنت غسلته كتير منيح وقطعته مثل ما انتم شايفين بهذا الطريقة هي. بحطها في قدر الضغط، طنجرة الضغط بتاعتي. يعني بحطهم واحدة جنب واحدة، يعني بهداوة هيك وإن شاء الله نضيف لها حبيبات من الزيتون، يعني منزوع النواة، وكأس من المياه، ونخليها يعني نغلق عليها طنجرة الضغط ونخليها مدة 15 دقيقة، وبعدين نرجع لها بإذن الله. آه، هون عندي ملاحظة بالنسبة للزيتون، يعني قبل ما تحطوه في الطنجرة، يعني تكونوا غسلتوه وغليتوه شي 10 دقائق في المياه الساخنة، مشان يعني الملح تبعه يعني يخفف شوي، مشان ما يجيش الأكل كتير يعني مالح. وبهذا الطاجين بتاعنا جهز مثل ما انتم شايفين، ويلا خلونا نروح نشوفوه في الطبق الأخير. وهذا هو طبقي، طبق الطاجين البسبس، ولا أروع والله. صدقوني أنه لذيذ لذيذ لذيذ، ويستحق أنه يجرب. الصراحة هيك تقدروا حتى أنكم يعني تقدموه في شهر رمضان، تنوعوا أطباقكم إذا تحبوا يعني التنويع. صراحة يعني طبق مثل هذا يعني خفيف على المعدة، وما تحسوش انه يعني يضركم، ولذيذ كتير كتير كتير. وإن شاء الله هذه هي وصفتي لنهار اليوم، خفيفة ظريفة، وإن شاء الله نجيكم بإذن الله بوصفة أخرى جديدة، وكونوا في انتظاري. إن شاء الله ما تنسوناش بدعمكم والاشتراك في القناة واللايك للقناة، مشان إن شاء الله أصلا هي تكبر بكم. ونقول لكم السلام عليكم إلى وصفة جديدة أخرى.